دائما من قلب محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات في ملف القاصر. غنستمعوا لتصريح لحياة العلمي حول مجريات هذا الملف القاصر اللي هو يشهد غموض كبير وعدة أسئلة اللي يمكن نسمعوا الأجوبة ديالها عبر التصريح للأم حياة العلمي. خليكم معنا متتبعي قناة صوت الشعب. السلام عليكم. الجديد في الجلسه ديال اليوم هو اللي ثار الانتباه ديالي، هو انه داك الجلسه اللي فاتت ما صبناش. الاستاذه طلعت عند مكتب الكتاب بالضبط، ما صابتش الحكم ديال القاصر في الملف، ما كانش نهائيا. واليوم وداك المره نددت به الحمد لله، واليوم هما جابوا الملف. على الاقل السيده راها واقفه على قدم وساق باش توصل الحقيقه، باش نوصلوا لها كاملين. وكتندد نبداو بالبدو اللي هو 2007، اللي هي الاجراءات اللي دارت في حق داك الجثمان اللي صابوه. حنا ما نهضروش على قبل، حنا جثمان صبتيه عطيني اجراءات اللي تبعتيها ليومنا هذا وكفى بالله وكيلا. الا ما عطيتينيش اجراءات وبديتي كتخبع هذه وتهز هذه وتحط هذه، راه ما عمرنا ما بحال كندوروا في شي حلقه مفرغه ولا حلقات صعيب باش توصل للبو ديال الطريق. سو كيفي ضروري خص هذا المحضر ديال 98 وهذا القرص المدمج الموفق ديال الملف والخبره على الهواتف. انا سؤال اللي غادي يحمقني، بغيت وبالاحرى ان الطرف الاخر كيخصو هو بالدرجه الاولى من هو زعما اللي خاصو ينزه ولادو وينزه الافراد ديال المتهمين باش بجميع الوسائل اللي غادي تدينا الحقيقه، الا وهي الخبره على الهواتف. هاد الخبره على الهواتف اللي نورمالمون خصهم هما يطلبوها وما طلبوهاش، حنا كنطلبوها، هما خصهم يطلبوها باش نزهوا ولادهم او يدانوا او البراءه. وحنا عاوتانيه حنا نورمالمون خصنا نكونوا 50-50، الوغ كو حنا كنديروا 2000% باش نقلبوا على الخبره على الحقيقه ديال التهامي عبر التليفون ولا التموقع الجغرافي، باش حتى هما تبان حقيقتهم، حقيقه كيف ما بغات تكون. اذا علاش حنا مخلينا كنتخبطوا استاذه حياه باش تقلب على القبور؟ لا، استاذه حياه ما كفاتهاش شي 15 عام تجري. 15 عام راني شرفت، راني خرفت، راني مشيت، راني صحتي مشات، راه كلشي مشى. شنو كيطلبوا مني؟ شنو بغاو يطلبوا مني؟ خلوني غير عباد الله، غير نشرف راحه سيدي ربي. خليو لي هذا لو غيستون اللي بقى يكون نتعبد سيدي ربي ونعرف شنو كاين، شنو مورايا، شنو قدامي. خايده تهامي وشنو التهامي ساهل الله يرحمه. مي المحيطين بالتهامي هما اللي قضيتهم مستعصيه، مجندين الاعلام، مجندين طريف واحد شويه جزء لا يتجزا من الراي العام. شنو هادشي؟ باش ما نوصلوش للحقيقه. انتم ادرى باش تعرفوا الحقيقه د ولادكم. القاسم مشيت عنده 3 المرات، مشيت عنده انا واختي، قال لك ما شفنا مارينا. مشيت عنده انا وصاحبتي وحده، هي باش قالت ما صبناش في الدار، ويماه قالت لنا صافي ملي غادي يجي قلنا نتسنى لقاء اخرى. هذاك الشاهده اللي كانت شهدت مع على سينباء، حتى هي مشيت انا وياها، وكان غادي يقول شي حاجه، حسيت بك غادي يقول شي حاجه. هذاك هو اللي خلاني نشد فيه، واللي قال لي كلشي في راس فلان، كلشي في راس فلان بحال هكذا. معلوم، قال لي خالتي راه كلشي في راس فلان، ويماه كتسمع. اذا هذا الشاهد ماشي حنا قلنا غادي نتهموه ولا غادي نبرئوه يا سيدي، حتى هو يجري ويتجرى ويقلب على الخبره، يجبد لنا الخبره يطلب الخبره على الهواتف، الدفاع ديالو يطلب الخبره على الهواتف باش نعرفوه واش يدان ولا يتبرأ. سيتو. انا ما كنقلبت على حاجه من غير الحقيقه ديال التهامي، وما غاديش ان شاء الله باذن السميع العليم ما غاديش نتوارى على الحقيقه باش ما بغات تكون ولو بعمري